عشان تفاصيل التمثال ده العلماء كلهم متفقين على حاجة واحدة بس، إنه تحفة فنية خارقة. لكن الخلاف الحقيقي كان دايما في سؤال واحد بس: اتعمل ازاي؟ ده تمثال ثالوث منقورع صاحب الهرم الثالث في الجيزة، يعني بنتكلم عن عمل فني عمره أكتر من 4500 سنة. التمثال منحوت من حجر الشيست، وده حجر مش بس صلب جدا، ده حساس كمان، لأنه بيتكون من طبقات، وأي غلطة صغيرة ممكن تدمر الشغل كله. في الفترة يعني نقصد من 4500 سنة، الأدوات اللي وصلت لنا أثريا وكانت بتستخدم في النحت كانت في الأساس أدوات نحاسية، ومعدن النحاس بطبيعته مش مثالي لنحت الأحجار الصلبة. التفسير الأكاديمي السائد بيقول إنها مهارة عالية من النحات، وقت طويل جدا وصبر كبير وانضباط شديد، خصوصا ان التمثال مخصص للملك، يعني عمل مقدس لا يحتمل الخطأ، وده تفسير منطقي. لكن لما نبص على التفاصيل بيظهر سؤال مشروع: التمثال ده لما لقيناه كان واحد من 5 تماثيل ثالوثية، كلهم بنفس الفكرة وبنفس التكوين وبنفس النسب تقريبا. المثير هنا مش التشابه بينهم، المثير بجد هو ثبات التفاصيل الدقيقة. يعني في الأعمال اليدوية البحتة حتى مع نفس الفنان الواحد بيظهر تفاوت بسيط، في زاوية مثلا، انحناء في النحت، عضلة أكبر من التانية، حتة أكبر من حتة. لكن هنا التكرار متكرر بشكل لافت، كأنك جبت التماثيل كلها وصنعتها بطبعة ثلاثية الأبعاد بتطلع كل حاجة شبه التانية بالظبط. وده خلى بعض الباحثين يتكلموا عن وجود معايير قياس صارمة ونماذج بيشتغلوا عليها، بالظبط زي ما تجيب لوحة وتخلي فنان يرسم زيها، ونظام تنفيذ دقيق أكتر من كونه اجتهاد فردي ومهارة فردية. طب هل استخدموا قوالب صب زي بتاعت الجبس دلوقتي؟ الفيزياء بتستبعد صب الأحجار الصلبة، لأنك لو سيحت الأحجار الصلبة ونشفتها تاني الخواص الفيزيائية فيها بتتغير، فالتفسير ده مش مقبول علميا. لكن ده ما يمنعش إنهم امتلكوا تقنيات نحت وطرق تنظيم للعمل لسه مش مفهومة بالكامل. نرجع للتمثال ده، هتلاقوا الملك منقورع واقف بثبات، عضلاته مشدودة، وجه هادئ لكن صارم، وجه ملكي شديد، لابس التاج الأبيض بيرمز للصعيد. عن يمينه الرمز المقدس حتحور بقرص الشمس المميز فوق راسها، وعن يساره نرى سيدة بترمز لأحد الأقاليم المصرية، المرجح إنه إقليم طيبة. القصة مش إن المصري القديم كان يمتلك أسرار غامضة، القصة إننا لسه بنتعلم إزاي نفهم تعقيد معرفته من غير ما نختصرها في كلمة.